ازاي تقدر تكون كرييتيف بطريقه مش كرييتيف خالص او سيستماتيك نظاميه اي حد يقدر يعملها عادي. ازاي تفهم اكتر يعني ايه كرييتيفيتي اصلا وتشيل بقى الغموض اللي حواليها ده وتبقى فاهمها كويس وتعرف ازاي تبقى كرييتيف. هو يعني ايه كرييتيفيتي اساسا او يعني ايه ابداع؟ ما الكرييتيفيتي هي الابداع حرفيا يعني، بس هو ايه بقى تعريفه؟ ايه الابداع ده عباره عن ايه يعني؟ وهل بقى في ناس مبدعه بطبعها وناس لا، ولا دي حاجه انا بقدر اكتسبها عادي مع الوقت او مع اي حاجه تانية وبقدر اطورها في نفسي او اقدر اتعلمها؟ كل الكلام ده هنناقشه في الفيديو، فحاول تكمله للاخر علشان بجد هيقفل لك حته الكرياتيفيتي دي خالص، مش هتحتاج تسمع فيها حاجه تاني. هتبقى فاهم كويس يعني ايه كرياتيفيتي، هتبقى فاهم كويس ايه تفاصيلها وايه عناصرها، والموضوع بجد هيبقى اوضح من اي وقت فات قبل كده. قبل ما نبدا بقى الفيديو يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يا ريت كمان تعمل لي لايك للفيديو، ولو ما عجبكش تقدر في الاخر تعمل له ديسلايك عادي. يعني ايه بقى كرياتيفيتي او يعني ايه ابداع؟ المتعارف ما بيننا كده ان الابداع ده او الشخص المبدع اللي هو بيفكر بره الصندوق، بيجيب افكار مطرقعه غريبه محدش بيعرف يجيبها غيره، بيفكر بطريقه مختلفه، لما بنتزنق في مشكله هو اللي بيحل. دايما بتبقى مربوطه بفكره بيفكر بره الصندوق دي، اللي هو احنا كلنا في الصندوق وهو اللي طلع بره الصندوق وبيفكر. طب لو سالنا جوجل هو يعني ايه كرياتيفيتي اصلا، هيقول لنا ايه بالظبط؟ تعالى نسال جوجل. هيقول لك ان الكرياتيفيتي دي هي اليوز of imagination or original ideas to create something، يعني هي استخدام التخيل، الخيال او الافكار الاصليه اللي في دماغك علشان تعمل كرييشن لحاجه، علشان تخلق حاجه او علشان تطلع بحاجه جديده. هو دي حاجه غريبه يعني؟ دي حاجه ما بنعملهاش؟ دي حاجه حرفيا كل الناس بتعملها. طب برضه يعني ايه كرييتيف؟ طب في سؤال تاني مهم جدا، هو في ناس كرييتيف وناس لا، ولا دي حاجه اقدر اطورها في نفسي؟ انا عايزك انت نفسك اللي تجاوب على السؤال ده في كومنت دلوقتي. يا ريت تقول لي دلوقتي في كومنت انت شايف ان الكرياتيفيتي او الابداع ده حاجه احنا بنتولد بيها او بنتخلق بيها، ولا هي حاجه احنا بنقدر نكتسبها مع الوقت ومع التجربه. يا ريت تحط لي اجابتك في تعليق دلوقتي تحت الفيديو وهرد على كل التعليقات بتاعتكم. وعلشان تعرف بقى اجابه السؤال ده فعلا وعن علم، خليك معايا كده للاخر واحنا بنناقش البروسيس بتاعه الكرياتيفيتي، العمليه بتاعه الكرياتيفيتي دي بتبقى عامله ازاي. الكرياتيفيتي او الابداع مكون من 4 عناصر. اول عنصر فيهم اسمه البريباريشن او التحضير. ايه بقى عنصر البريباريشن او التحضير ده؟ بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان انت بتجمع معلومات كتير، بتذاكر حاجات كتير، بتحط حاجات كتير في دماغك. الكلام ده بيبقى بارادتك، يعني بيبقى مش حاجه بتحصل كده طبيعي. انت بتفتح اللابتوب، بتدور على حاجات، بتقرا كتب، بتقرا كلام كتير عن معلومات معينه او عن اتجاه معين انت حابب تبقى كرييتيف فيه. ايه ده؟ ثانيه واحده، يعني هو الكرياتيفيتي دي بتبقى في اتجاه معين مش عموما؟ لا، احنا عارفين ان في ناس كرييتيف عموما. هقول لك الناس كرييتيف عموما دي يعني ايه كرييتيف عموما وكرييتيف عموما ازاي. خليك ماشي معايا بقى في البروسيس بتاعه الكرياتيفيتي او الابداع، وفي الاخر هتفهم الناس اللي بتبقى كرييتيف عموما في كل حاجه دي بتعملها ازاي. فاحنا اتفقنا ان اول خطوه هي البريباريشن، التحضير، اللي انت بتدخل لدماغك فيها انبوتس كتير او معلومات كتير من حتت مختلفه، كتب بقى، انترنت، ايا كان. الموضوع لسه مش واضح قوي، طب خلينا نشوف ايه تاني خطوه. تاني خطوه بقى اسمها الانكيوبيشن. انكيوبيشن بالعربي تقدر تقول حضانه، احتضان، يعني ايا كان اسمها ايه بالعربي، بس خلينا نفهمها اكتر. في المرحله بتاعت الانكيوبيشن دي اللي هي بعد البريباريشن او التحضير، انت في مرحله التحضير خدت معلومات كتير بمزاجك، انت شغلت عقلك الواعي، انت كنت قاصد تفتح الكتاب وتقراه وتشوف الانترنت وتقرا حاجات، تقرا معلومات وتدخلها في دماغك. المرحله الثانيه بقى انا عايز دماغك تنام شويه، يعني عقلك الواعي خليه ياخد خطوتين لورا وخلي عقلك اللاواعي هو اللي يشتغل. يعني ايه بقى عقلك اللاواعي هو اللي يشتغل؟ بالظبط لما تيجي تتعلم سواقه العربيه او سواقه العجله، في الاول وانت بتتعلم بتبقى حاسس بكل حاجه، حاسس بايدك فين، برجلك فين، بتدوس على ايه، وانت سايق العجله بتبقى مش منطقي بالنسبه لك ان انت تسوق وما تقعش، بتبقى حاسس بكل حاجه في العجله وبكل حاجه في جسمك. ليه؟ علشان عقلك الواعي هو اللي شغال، انت واعي بكل حاجه بتحصل. طيب بعد فتره، بعد شويه كده، عقلك اللاواعي هو اللي بيشتغل، بتلاقي نفسك بتعمل كل حاجه في السواقه بتلقائيه جدا وانت مش واخد بالك وانت مش حاسس اصلا. هو ده بقى اللي بيحصل في الستيج او في المرحله بتاعه الانكيوبيشن. في المرحله بتاعه الانكيوبيشن دي المعلومات اللي انت دخلتها لنفسك او دخلتها لدماغك في اول مرحله بتبدا تترسخ بقى في دماغك وتبدا تبقى حاجه طالعه من جواك، مش حاجه داخله دماغك. انت مش بتبذل مجهود علشان تعرفها او مش بتبذل مجهود علشان تفتكرها، هي حاجه بتحدد بقى افعالك وبتحركك. طب ازاي انت بتدخل المرحله دي؟ يعني اول مرحله احنا عرفنا ان انت بتفتح بقى الانترنت او بتفتح كتب او بتذاكر او بتعمل اي حاجه. تاني مرحله دي انت ازاي بتعملها؟ بتعملها ببساطه بان انت بتفصل خالص عن الحاجه اللي انت بتعملها. لو انت عايز تبقى كرييتيف في اتجاه معين بتبقى بتذاكر فيه كتير
كتير وبتدخل لدماغك فيه معلومات كتير. في المرحله الثانيه دي بقى انت بتسيب الاتجاه ده خالص، بتنساه خالص، بتعمل اي حاجه تانية مختلفه، بتاخد بريك، بتنام، بتلعب جيمز، بتعمل اي حاجه. ده بيخلي عقلك الباطن او عقلك اللاواعي يبتدي يهضم المعلومات اللي انت دخلتها له في الاول ويتعود عليها وياخد عليها وتبقى هي اللي بتحركك. ثالث مرحله بقى اللي هي الاليومينيشن، اللي هي التنوير. لو الدنيا لسه مش واضحه بالنسبه لك فانا عايز اقول لك ان ده طبيعي شويتين، اصبر معايا شويه وكل حاجه بجد هتوضح لك جدا دلوقتي. في مرحله التنوير دي انت لما بتيجي بقى تبتدي تحل مشاكل او تبتدي تستخدم الكرياتيفيتي بتاعتك او تستخدم المعلومات اللي انت ذاكرتها في الحاجه اللي انت بتذاكرها لها، في المرحله دي بيجي لك افكار بقى غريبه، بيجي لك افكار مطرقعه او افكار ما كانتش هتبقى عندك قبل كده، وبتبتدي تحس بالحماس ناحيه الافكار دي او تبتدي تحس بوضوحها ان انت الدنيا بقت واضحه بالنسبه لك جدا وقادر تطلع بدل الفكره 2 و3 و4. والمرحله دي بتكون خلال بقى تفكيرك او خلال حل المشاكل اللي ليها علاقه بالحاجه اللي انت ذاكرتها او اللي انت تعمقت فيها. طب المرحله دي بسيطه جدا وسريعه. ايه بقى المرحله اللي بعدها؟ المرحله اللي بعدها وهي اخر مرحله في الكرياتيفيتي بروسيس، اللي هي الفيريفيكيشن، الاعتماد. ان انت بقى فكرتك دي هتعتمد فعلا ولا لا، هتختبر، هتحاول ان انت تنفذها على ارض الواقع، هتشوف هي طلعت كويسه او شغاله او نافعه ولا لا، ولو ما طلعتش نافعه هتبتدي تعدل عليها وتغيرها وتطلع افكار تانية. هو البروسيس دي بالظبط اللي بتحصل عند اي حد كرييتيف. بسرعه جدا تاني، ايه هي الكرياتيفيتي بروسيس؟ معلومات كتير قوي انت بتجمعها من حتت كتير وبعد كده بعد شويه انت ممكن اصلا ما تفتكرهاش، بس هي بتبقى اتخزنت في عقلك خلاص. فلما تيجي تحتاج ان انت تحل مشكله او تفكر في حاجه، كل المعلومات دي بتبقى موجوده وبتدي ناتج في تفكيرك، بتطلع لتفكيرك شكل مختلف من غير ما انت تحس ومن غير ما انت تاخد بالك. عقلك الباطن ساعتها هو اللي بيفكر وهو اللي بيطلع لك المعلومات دي، بمعنى ان انت ممكن جدا تحاول تفتكر معلومات من اللي انت قريتها او من اللي انت ذاكرتها مش هتقدر تفتكرها، بس ببساطه هي دلوقتي اثرت في طريقه تفكيرك وفي طريقه حلك للمشاكل، خليتك فعلا كرييتيف او مبدع في التفكير اكتر. طب الناس اللي بتبقى مبدعه بقى عموما دي وبتبقى منوره وبتبقى مبدعه او كرييتيف في كل حاجه، بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقوا عباره عن ناس جربت حاجات كتير قوي وشافت حاجات كتير قوي في مجالات كتير قوي، فبقى عندها مدخلات في دماغها كتير جدا من كل حته مخلياها تقدر تفكر بطريقه مختلفه في اي حاجه. خليني اقول لك مثال سريع جدا. الناس اللي بتشتغل في الجرافيك ديزاين او في التصميم علشان يعملوا تصميمات كرييتيف اكتر او مبدعه اكتر، بيعملوا حاجه مهمه جدا 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 اي جرافيك ديزاينر ما ينفعش يعيش من غيرها، وهي الفيجوال فيدنج او التغذيه البصريه. ان هو يتفرج على ديزاينات كتير قوي لناس كتير قوي بستايلات مختلفه بالوان مختلفه، علشان ببساطه كل الديزاينات او التصميمات اللي هو بيتفرج عليها دي هي بتتخزن في عقله، ميكسات الالوان بتتخزن في عقله، الاشكال دخلتها في بعضها، كل حاجه بتتخزن في عقله. فلما يجي هو يطلع المنتج بتاعه هيطلع حاجه مختلفه عنهم كلهم، مختلفه عن كل اللي شافه، بس فيها حاجه من كل حاجه هو شافها. هو ما جابش حاجه من عنده، كل حاجه من اللي هو شافها قبل كده. بس انا لو شفت 5 6 حاجات وخدت حاجه من كل حاجه وركبتهم مع بعض، يبقى انا طلعت المنتج بتاعي اللي مفيش زيه في الدنيا. وببساطه هي دي الكرياتيفيتي. طب دي الكرياتيف بروسيس، انت كده عرفت يعني ايه كرياتيفيتي او ازاي الناس تقدر تبقى كرياتيف. طب انا بقى دلوقتي هديك طريقه سيستماتيك او طريقه واضحه وصريحه ومنظمه ومترتبه وكل حاجه علشان تقدر تساعدك او تستخدمها بان انت تفكر بطريقه مبدعه في اي حاجه انت عايز تحلها او اي مشكله او اي حوار. يعني من الاخر الكرياتيفيتي في كيس هديها لك دلوقتي. بس قبل ما نخش على الطريقه دي محتاج اوضح حاجه مهمه جدا، ان الكرياتيفيتي بروسيس اللي احنا قلنا عليها اللي هم ال4 خطوات مش شرط خالص يتعملوا كلهم ورا بعض، ومش شرط خالص يتعملوا بالترتيب. زي ما قلت لك الناس اللي هي بتبقى مبدعه في كل حاجه في الدنيا دي بتبقى لمت معلومات هنا ومعلومات هنا ومعلومات هنا ومعلومات عشوائيه جدا، ونسيوا دي ونسيوا دي ونسيوا دي، ولما احتاجوها بقى خلت تفكيرهم يفكر بطريقه معينه تخدمهم في اللي هم بيعملوه، تخدمهم في الابداع اللي هم محتاجينه في تفكيرهم. فدي الكرياتيفيتي بروسيس بس مش شرط دايما تبقى لكل الناس واحده بترتيب واحد، ومش شرط كل مرحله اصلا تاخد نفس الوقت لكل الناس. يعني انت ممكن تقرا مثلا وتدور في حاجه 5 6 ايام، غيرك ياخد 5 6 شهور عادي. وعلشان برضو تهضمها وتخش عقلك اللاواعي ده برضو ممكن ما ياخدش نفس التوقيت بينك وبين حد تاني، وهكذا. بس هي نفس الكرياتيفيتي بروسيس، نفس ال4 مراحل اللي اي حد بيعدي عليها. طب ايه بقى الطريقه السيستماتيك اللي انا قلت لك هقول لك عليها؟ طريقه اسمها سكامبر، SCAMPER. كل حرف بيبدا كلمه. انا مش هناقش معاك كل الكلمات دي علشان في حاجات بصراحه شبه بعضها، فانا هقول لك الطريقه دي بتبقى عايزه منك ايه من الاخر. مثلا اول حرف اللي هو الاس بيقول لك سبستيتيوت، غير، بدل. لو عندك كذا اختيار 1 2 3 4 تقدر تبدل ما بينهم علشان تطلع ناتج مختلف، اللي هو 1 2 3 4 انا هاخد ال4 احطها بدل الاثنين والاثنين احطها بدل الاربعه والثلاثه بدل الواحد، هتطلع ناتج مختلف خالص. تاني حرف مثلا اللي هو السي، كومباين،
كومباين، جمع. ان انت تقدر تجمع بقى الواحد مع الثلاثه يبقوا 13 والاربعه مع مش عارف ايه يبقوا رقم تاني. الفكره ان انت في اي مشكله بتواجهها او اي حاجه انت بتفكر فيها، بص للعناصر بتاعه المشكله دي بشكل مختلف شويه، بدل ما بينهم، غيرهم، استخدم شويه منهم، ارمي شويه منهم لو ما لهمش لازمه، جمعهم، وهكذا. ما تبصش لكل العناصر بثبات، كل حاجه في مكانها، انت تقدر تغير اي حاجه وتقدر تبدل اي حاجه. في طريقه تانية حلوه جدا انا نفسي بستخدمها كتير، البرين ستورمينج او العصف الذهني بالعربي. البرين ستورمينج ليه طرق كتير، بس انا عندي طريقه بحبها جدا، اللي هو ان انت بتمسك ورقه وقلم وتفضل تكتب كل حاجه تيجي في دماغك في لحظتها، ما تراجعهاش وما تفكرش فيها مرتين. لو انت هتفكر في حل اي مشكله، لو انت هتفكر في اي حاجه علشان تطلع حلول كرييتيف، ده بيكون حاجه مساعده جدا ليك. ده بيخلص كلام كتير قوي في دماغك، اي كلمه بتيجي في دماغك بتكتبها على طول لمده 5 6 7 دقايق، هتلاقي نفسك دلوقتي قدامك ورقه بجد مليانه كلام، مليانه حاجات كيوردز او كلمات مفتاحيه عن الحاجه اللي انت بتفكر فيها اصلا. بعد بقى ما تخلص المرحله دي هتلاقي ذهنك بقى صافي وقادر تفكر فيها كويس، وقادر بقى تشوف الكيوردز او الكلام اللي انت كتبته ده تقدر تستبعد منه اللي تستبعده وتحتفظ باللي انت عايزه، وهتطلع حاجات انت ما كنتش هتطلعها في العادي، علشان احنا دايما بنفكر مع نفسنا، وفي حاله التفكير او في مرحله التفكير دي بنبتدي نستبعد حاجات من دماغنا اوتوماتيك، وممكن تكون هي اللي هتحل لك المشكله، او ممكن تكون هي اللي هتطلع لك حلول كرييتيف او مبدعه. ودلوقتي هندخل على اخر مرحله في الفيديو، وهو ازاي ان انت يبقى عندك كرييتيف مايند سيت، ازاي يبقى عموما عقليتك او طريقه تفكيرك تساعدك دايما على الكرييتيفيتي او على الابداع. حاجتين ضروري جدا تركز فيهم، وضروري جدا تبقى مركز ان هما يبقوا عندك على طول. الكيوريوسيتي اللي هو الفضول، دايما تسأل ليه، دايما تشوف ايه اللي ورا الحاجة، ما تكتفيش بالحاجة زي ما هي. الفضول دايما بيجيب لك معلومات اكتر، ودايما بيفهمك ايه اسباب اي حاجة حواليك. الاسباب دي او المعلومات دي بتبقى انبوتس او مدخلات جديدة في دماغك، بتساعد بعد كده عقلك الباطن ان هو يفكر بطريقة مختلفة، وان هو يكون عنده افكار جديدة وحاجات مش كل الناس واخده بالها منها، علشان مش كل الناس فضوليين زيك ناحيه اي حاجه وكل حاجه. تاني حاجه ضروري جدا تفضل مركز فيها على طول، ان انت تتقبل الفشل. لما هتتقبل الفشل هيبقى عندك طاقه وعندك قابليه ان انت تعدل على اللي انت عملته علشان تنجح المره اللي بعدها. وببساطه هي دي الكرياتيفيتي، هو ده اللي بيحصل في المرحله بتاعه الفيريفيكيشن اللي احنا قلنا عليها من شويه، ان انت لما بتيجي الفكره اللي انت طلعتها طلعت فيها حاجه مشكله، طلعت فاشله، طلعت فيها ايا كان، انت بيبقى عندك طاقه ان انت تغير عليها وتبدل عليها، وتعمل بقى اللي احنا قلناه في السكامبر، تبدل اللي انت عملته، تغيره، تستبعد منه حاجات، تدخل عليه حاجات جديده، وهكذا. فضروري جدا يبقى عندك فضول، وضروري جدا لما تفشل تعرف تحتضن الفشل ده او تعرف تتقبله وتتعامل معاه. لو انت مكمل الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي. بس كده، السلام عليكم.